السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي الغاليين على قلبي كتير وحشتوني. ربنا يسعد ايامكم وما تحرمش منكم ابدا ولا من كلامكم الحلو ليا ولا من دعمكم ليا دايما. النهاردة بقى كده يوم جديد، انا بحب جدا اشارككم يومياتي وكل حاجة بعملها. دي مدرسة بنتي الكبيرة اسمها خديجة بنت خويلد في الماكس. طبعا انا من اسكندرية، ولأول مرة بتشوفيني أنا اسمي غادة، أحب إن انتي تنضمي لعيلتي وتكوني معايا وتشرفيني بوجودك طبعا. ملوكة بنتي كان آخر يوم امتحان ليها، أنا حبيت أشارككم الوقت دوت يعني من أوقاتي. كنت رحت أجيبها من المدرسة وهي كان نفسها ان انا اروح لها فقلت خلاص انا هروح واصور كده حاجات للذكرى، واكيد هتبقى حلوة وهي تبقى مبسوطة جدا طبعا. دول اصحابها الامارات، دول بنات زي العسل، ربنا يحفظكم يا رب جميعا وموفقين ان شاء الله. كان عندها اليوم دوت ماس ودين، فالحمد لله الحمد لله عدى على خير الحمد لله. ربنا ينجح كل أولادكم يا رب كده وتشوفوهم في أحسن المناصب إن شاء الله. بصوا بقى السور ده كده، أنا حبيت أصور الزرع والحاجات دي، أنا عارفة إن انتوا بتتبسطوا بالحاجات دي وبتبقى حلوة، وأوريكم جزء من اسكندرية، يعني مكان من اسكندرية. الماكس ديت عايزة أقول لكم إن هي فيها مدرسة بنتي وهي جميلة، يعني عايزة أقول لكم فيها البحر بقى وكده والسمك بقى، والناس بتبيع سمك هناك وكده. حلوة يعني أنا بحبها يعني. بس عايزة أقول لكم بقى اليوم ده على حظي أنا الدنيا شتت، الدنيا كانت بتشتي جامد وكده. بس الحمد لله يعني، بس كان الجو حلو يعني برغم إن هي كانت بتشتي. الجو كان ساقع بس سقوعية كده حلوة والبحر بقى، وبصوا حاجة حلوة يعني. ومنظر الورد هنا، انا هنا كنت بقول لملك اقفي كده صورك صورة مع الفيديو يعني الفيديو بيبقى شغال وبصورها برضو. بس ملك دي بنتي الكبيرة عندها 13 سنة. عقبال كده يا رب ما اشوفها في الكلية كده وتشوفوا كل حبايبكم ان شاء الله، واعلمها تعليم حلو ان شاء الله باذن الله يعني. ده حاجة انا بتمناها وان شاء الله هحققها باذن الله. عايزة اقول لكم بقى بصوا ده كده سور. هي قاعة من جوه على فكرة. بس انا حابة ان انا اوريكم يعني المكان يعني اسكندرية حلوة قوي يا جماعة والله. وغير كده وكده كمان، انتوا عارفين الماكس جميلة، بس برضو تحت في ناحية محطة الرمل والمنشية والكلام ده وكوبري ستانلي أجمل وأجمل وأجمل كمان. بس هنا الخضرة والحاجات دي بتبقى يعني ايه يعني فيها بهجة كده والشمس بقى مع الشتاء والأرض بصوا بتلمع كده بالمية، بيبقى إحساس حلو يعني. بصوا بيبقى فيه جو كده حلو يعني مش عارفة يعني أكيد كلنا بنحس بالإحساس ده، يعني بيبقى جو حلو قوي يعني. هنا بقى كنا واقفين عشان هنركبه يعني مواصلة وكده. المشروع احنا بنقول عليه في اسكندرية مشروع، بس طبعا ايه بصراحة ما يعني قلنا ايه يعني قلنا نمشي احسن المكان ده كده عشان انا عايزة اصور لكم البحر بجد عظمة. عايزة اقول لكم يعني انا مبسوطة ان انا كنت متضايقة ان الدنيا شتت عشان اتبلينا وكده، بس انا كنت مبسوطة لان اجواء الشتا كده والتصوير حلو قوي يعني. بيبقى منظر حلو يعني الارض مبلولة والسما كده فيها شوية غيامة وسحابة، بيبقى احساس حلو يعني كده. بس فحبيت ان انا اصور لكم المقطع ده كده برضو عشان تشوفوه معايا يعني. طبعا لو اول مرة بتشوفيني انا اسمي غادة، واتمنى تنضمي لعيلتي وتبقي اخت من اخواتي وتشرفيني. وانا بشكر كل اللي هيشوف الفيديو طبعا. وربنا ما يحرمني منكم ابدا يا رب كده، ودايما معايا كده وبتدعموني كده انا عارفة ان انا الحمد لله الحمد لله بفضل ربنا يعني ان شاء الله
هوصل لكل حاجة أنا نفسي فيها إن شاء الله بإذن الله. طول ما الواحد مع ربنا وبيدعي ربنا وبيسجد له، فربنا أكيد مش بيخذل العبد أبدا. الحمد لله، أنا دي حاجة مقتنعة بيها جدا. بصوا منظر البحر حاجة كده قمر. أنا بحب، بصوا المنظر جميل، بس هي السما كانت مغيمة شوية على فكرة. ده الفنار اللي في الماكس أكيد بقى، يعني اللي جه اسكندرية أكيد عارف. يعني انا في 2 3 كده صحابي كده على اليوتيوب هم من اسكندرية طبعا. هم عارفين نفسهم بقى. ف... فاكيد بقى هم بيعدوا على الجو دوت بقى وشايفين الدنيا عاملة ازاي. بس عايزة اقولكم كان الجو حلو والله. يعني كانت بتشي بس كان الجو برضو حلو حلو. والسما بترجع، بصوا يعني هي تغيم شوية وترجع تاني، تبقى تفتح تاني، يعني السما تفتح تاني. وكان في الوان الطيف في السما بس ما كانتش ظاهره للاسف. يعني ملك بنتي قالت لي اما صوري الوان الطيف بس ما عرفتش يعني. هنا ملك طبعا كانت مبسوطه جدا، وانا كنت بكلمها. وهي النهارده بقى ايه، يعني كان يوم كده لطيف وحلو. وكفايه ان هي كانت مبسوطه طبعا ان انا خدتها يعني رحت جبتها من المدرسة، هي كانت مبسوطة بكده. عايزة اقول لكم انا يعني بحبكم جدا جدا، وربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. وما يحرمنيش ابدا من دعمكم ليا ودايما بتحفزوني. ربنا يخليكم ليا يا رب. بصوا هنا كده دوت زفير في الماكس، بس انا مش عارفة، ما كنتش عارفة اصور قوي لان انا ما كنتش جنب الشباك بالظبط. فالزفير ده في الماكس مشهور قوي على فكرة، بتاع سميك. اكيد طبعا ان اللي في اسكندرانية عارفينه، وممكن برضو ناس من محافظات تانية تبقى عارفاه. هنا بقى كنا راجعين من المدرسة، وحبيت برضو كده اصور الشوارع، بتبقى حلوة يعني، بتبقى مناظر حلوة والارض كده مبلولة، منظر الدنيا كده حلو. المكان ده بقى اسمه وادي القمر على فكرة. ده هنا بقى هتلاقوا شركة البترول، شركة الأسمنت، آه، شركة البتروكيماويات. منطقة فيها مصانع يعني. بس يعني حلوة، يعني هما بيجددوا فيها كمان وبيعملوا حاجات فيها. وكان فيها مكان كده في النص كده، بس ايه، هما شالوه يعني وبيعملوا حاجة تانية. هنا بقى لما جيت من المدرسة، ملوكة بقى مكة كان عندها درس، فطبعا هي كانت مستنياني، فقلت لها بقى تعالي بقى انت كمان اوديك الدرس. و... وهنا بقى بصوا بقى الشارع، بصوا الارض مبلولة ازاي والدنيا عاملة ازاي. هنا بقى كنت رايحة اوديها الدرس انا وبابوها طبعا. آه... عايزة اقولك ان هي بتبقى مبسوطة قوي